اعطى تفويض لرئيس الحكومه باداره الامور او باداره الحكم. اذا كان هذا التفويض موجودا فعلى الدكتور عصام شرف ان يقدم باستمرار بيان حاله عن واقع النظام المصري باستمرار، ما قدم وكشف حساب ما قدمه وما يريد ان يقدمه، المشاكل التي تواجهه، ماذا يريد من الجماهير من اجل ان يحقق برنامجه. نعم أستاذ عبد النبي، دعنا نستمع إلى الأستاذ عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية. سيد عاصم لك التحية، ويعني لماذا لم تشاركوا في تظاهرة اليوم؟ السلام عليكم أولا، وأرحب بضيفك أو ضيوفك الكرام. ثانيا وبعد فإننا لم نشارك لأننا نرى أن مثل هذه التجمعات والمليونيات تعارض أو تناقض الهدف الرئيسي من المرحلة الانتقالية. أريد أن أذكر نفسي وأذكر الشعب المصري كله أننا في مرحلة انتقالية، أي أننا نريد أن ننقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة منتخبة يرضى عنها الشعب ويختارها الشعب. هذا هو الهدف الأساس في هذه المرحلة. أي شيء يعطل هذا الهدف أو يعرقل هذا الهدف أو يتعارض مع هذا الهدف أنا أرفضه تماما، وأدعو الشعب المصري ألا يشارك فيه. هناك يعني رغبة في تعطيل انتقال السلطة، تارة تحت شعار الدستور أولا الذي يخفيه البعض الآن في ظهر اللوحة، ويظهر لنا في يعني ظاهر اللوحة شعارات أخرى مثل الفقراء أولا والثورة أولا والشهداء أولا. كل هذه الشعارات شعارات غير حقيقية، وإنما هي شعارات للحشد. المطلوب فقط أن نعطل الانتقال السلمي للسلطة، وهذا لا يمكن أن نوافق عليه ولا يمكن أن نشارك فيه. الذين أثاروا الضجة حول الدستور أولا وعطلونا طوال هذه الفترة هم الذين دعوا إلى هذه المليونية، وللأسف انضم إليهم كثيرون. الشعارات المرفوعة لا يمكن تحقيقها. أنتم تقولون الآن شعار الفقراء أولا، وهذا شعار موجود بالفعل في الميدان. الفقراء أولا، هل تعلمين أنه منذ الثلاثاء الأسود الماضي إلى اليوم خسرت البورصة 14.5 مليار جنيه مصري، فر كثير من رؤوس الأموال إلى الخارج، توقفت السياحة تماما، أصدرت السفارة الأمريكية تحذيرا لرعاياها من التواجد ببعض مناطق مصر. فهل نستطيع الآن أن نعطي الفقراء شيئا وأن نقول الفقراء أولا؟ لا، نحن دسنا اليوم على الفقراء بهذه التظاهرات وبهذه الوقفات. نعم سيد عاصم، يعني أرجو أن تبقى معي قليلا. معي الآن في استوديو النيل على الهواء الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الكاتب المحلل السياسي، وربما يكون له تعليق على ما ذكرته الآن. سيد عبد النبي، يعني إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع أن الذين يعني يشاركون في تظاهرة اليوم من القوى والأحزاب السياسية المختلفة هذا يعطل بشكل أو بآخر هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا؟ يعني احنا بنقول مرحلة انتقالية هي مرحلة إعداد من أجل تسليم السلطة أو الانتقال السلس للسلطة بشكل ديمقراطي. يبقى السؤال، هل يمكن في هذه الفترة انتقال السلطة بشكل ديمقراطي؟ يعني عندما نرى الفلول وما يفعلون، عندما نرى أن أجهزة الأمن وما تفعله مع المواطنين بنفس منهج النظام السابق، هل هذا يؤكد أن الانتخابات القادمة سوف تكون انتخابات ديمقراطية، أم أنه كل قوي سوف يستخدم قوته من أجل الحصول على نسبة أكبر في البرلمان؟ المرحلة الانتقالية هي كان المفروض أن تكون مرحلة انتقالية من أجل إعداد الشعب المصري وتهيئته ورفع وعيه من أجل الاختيار الأمثل لمن يمثلون. لكن نحن نقول أن الأمور تسير بشكل زمني، وهذا الزمن كفيل بأنه يرفع وعي المواطنين، وأن صندوق الانتخابات سوف يكون الحازم في اختيار من يمثل الشعب. أنا أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. نسبة الأمية اللي موجودة في الشعب المصري، ومش عايز بقى أدخل وأقول استخدام الدين واستخدام المؤثرات الأخرى واستخدام المال واستخدام البلطجة، مش عايز أقول الكلام ده كله، لكن هناك مؤثرات كثيرة جدا 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 الآن سوف تكون هي المؤثر الأساسي على اختيار المواطن المصري حاليا إذا أجريت الانتخابات الآن. وانا برضو مش عايز ادخل في مساله الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، احنا ما يحدث الان قد تجاوز هذه الامور برمتها، لكن ان نقول ان هذا يتنافى مع المرحله الانتقاليه او الرغبه الديمقراطيه، انا اعتقد يعني ان الاستاذ عاصم بيقول احاديث روج لها البعض ليس لها اساس من الصحه. والان استمع الى راي سيد عاصم. تفضل سيد عاصم. اولا الدعوه التي قالها ضيفك
بأن هناك أمية وهناك كذا ولن يكون هناك انتقال ديمقراطي للسلطة، هذه مصادرة على الشعب. إذا ما المطلوب؟ الأستاذ يرفض أن يكون هناك انتقال سلمي للسلطة الآن ويريد تأجيل ذلك. إلى متى سيتم التأجيل؟ لا يعني أنا لو سمحت لي لو سمحت يا أخي، كل شوية هتصلح قوة تقول لنا التأجيل لغاية الفوضى ما تتمكن من هذا البلد ونصل إلى دائما اشتباكات كالتي حدثت يوم الثلاثاء الأسود. الاقتصاد على وشك الانهيار، النظام القضائي على وشك الانهيار، محاكم السويس جميعها أغلقت لأنها هوجمت، مديرية أمن السويس تهاجم، وزارة الداخلية تهاجم من الثلاثاء الأسود، فنصل إلى فوضى أمنية وفوضى سياسية وفوضى اقتصادية وفوضى قانونية. إذا أجلنا الانتخابات أكثر من ذلك لا تطعن في الشعب المصري يا أخي وتقول هو أمي وأنا سأحجر عليه لحين أزيل أميته. دي عايز 10 سنين. كيف تريد أن نبقى في المرحلة الانتقالية 10 سنين؟ تقول لي هل يمكن انتقال السلطة بشكل ديمقراطي مع وجود هذا الانفلات الأمني؟ عبرنا استفتاء بصورة حضارية عظيمة جدا قبل أن يتدخل المتدخلون لإفساد الحياة في مصر. عبرنا استفتاء بصورة الجيش والشرطة قادرة على التأمين، ولكن الذي يحدث أننا نترك البلطجية يقاتلون الشرطة ونجلس نتفرج أو نغل يد الشرطة عن التصدي لهم ونقول البلد في حالة فوضى. من الذي يصنع الفوضى؟ من الذي يشجع البلطجية يوم الثلاثاء؟ مين الإذاعات والقنوات الفضائية كانت بتشجع البلطجية وبتمنع الشرطة ان هي تتصدى لاقتحام وزارة الداخلية؟ هناك قوة تريد ادخال هذا البلد في حالة من الفوضى لكي يتم انتقال السلطة عن طريق دموي ليس عن طريق سلمي، لكي يحدث حالة فراغ شديدة في المجتمع فيتقدم البلطجية او يتقدم الجياع لملء الفجوة الموجودة، فيصل اما ممثلو البلطجية وهم الحزب الوطني السابق يبقى هم هيصلوا من حالة الفوضى اللي احنا بنشارك جميعا في صنعها الان سواء بحسن نية او بسوء نية. قل لي بالله عليك. أشكرك جزيل الشكر السيد عاصم عبد المجيد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية. سيد عبد النبي في 30 ثانية لك حق الرد على ما ذكره سيد عاصم. كل الآراء، ولكن أنا لا قلت لا الانتخابات أولا ولا الدستور أولا، أنا بقول أن نحن الآن في مصر أولا. وأنا أعتقد أن الأستاذ عاصم كان بيناقض نفسه أن الآن الانتخابات سوف تأتي بالفلول والبلطجية وتسريعها لن يأتي بذلك. أنا أعتقد أن الكلام ده غير مفهوم، لكني أؤكد على حقه فيما يقول وأحترمه جدا وأحترم كل الآراء التي يقولها الجميع، وكل القوى السياسية اللي موجودة في مصر لها الاحترام. طب سيد عبد النبي، يعني معنا الآن جولة صحفية سريعة نتابعها معك ومع السادة المشاهدين الآن، ومعي الجولة الصحفية من الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم. خلي الميدان صاحي صاحي، الشعب يعود إلى التحرير من أجل الشهداء والفقراء والعدالة. دعوة رفعتها جريدة اليوم السابع عنوان رئيسي لها في صدر صفحتها الأولى، متوقعة حشود تتجاوز الحدود في جمعة الثورة أولا اليوم، ونقلت عن مراقبين أنهم يتوقعون حشدا ضخما في ميدان التحرير اليوم، خاصة بعد إعلان قطاعات عديدة وتيارات مختلفة لمشاركتها في اللحظات الأخيرة. تعقيبك أستاذ عبد النبي. يعني أنا برضو مش عايز أقول إن كان في بعض من لم يشاركوا أصلا في الثورة ومنهم الجماعة الإسلامية، وده مش رد على اللي بيتقال، لكن أنا أعتقد إن الآن مصر بغالبيتها موجودة في الميدان. من ينزل إلى الميدان يتأكد أن الميدان هو البرلمان المصري. أنا أعتقد أن هذا بداية جيدة للتأكيد على أن مصر في طريقها إلى الثورة، وأن الثورة سوف تنجح بإذن الله، وأن هذه المليونيات سوف تساهم في رفع درجة الوعي لدى كل المواطنين. إذا كنا بنقول أن الأمية المصرية موجودة بمثال القراية والكتابة، أنا أعتقد أن هذه المليونيات سوف تمحو في وقت قليل لا يتجاوز الشهر أو الأشهر القليلة الأمية السياسية اللي موجودة عند المواطن المصري، وسوف يكون قادرا على الاختيار الصحيح. بننتقل من اليوم السابع إلى جريدة الشروق، وذكرت أن مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيدوا دعوات المشاركة في مظاهرات مليونية اليوم الجمعة بميدان التحرير ومختلف المحافظات تحت شعار الثورة أولا، فيما أكد المعتصمون في ميدان التحرير أنهم مستمرون في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم المتمثلة في محاكمة
قتلت الثوار، وأيضا محاكمة الرئيس المخلوع ورجاله وأولاده محاكمة علنية. يعني أنا أعتقد أن ده شيء أساسي، وأنا لحد دلوقتي بسأل يعني ما السبب في التأخير في هذه المحاكمات؟ يعني البعض يقول أن النائب العام لديه ملايين من البلاغات ولا يستطيع أن هو ومعاونيه أن يحققوا فيها بالشكل السريع والمطلوب. أنا كنت قدمت اقتراح في أكثر من مكان، وإن إيه المانع أن احنا نستعين بالشباب اللي موجودين في التحرير من أجل مساعدة النائب العام بشكل متطوعين، وده مش نظام جديد، ده نظام موجود في كل دول العالم، أنك تطلب متطوعين للمساهمة، متطوعين متخصصين. يعني لما اجي اقول ان انا عندي 30 كليه 20 كليه حقوق موجودين على مستوى مصر، لما اقول اخد ال 20 الاوائل من كليه الحقوق من كل كليات الحقوق على 3 دفع، يبقى انا حطيت 1200 شاب بالتطوع متطوعين تحت خدمه النائب العام. البعض قد يقول، وده يعني شيء مردود عليه، ان الخبره مطلوبه. انا بأذكر عدد كبير جدا من الباحثين والصحفيين والاعلاميين في كل مكان، ماذا كان حالكم وانتم شباب؟ يعني كان امكانياتكم على العطاء كانت اكبر، ولا لما الناس تقدمت شويه في العمر؟ الشباب بيحمل طاقات. يعني لما اجي اقول انا بحط 40 شاب من اوائل كليات الحقوق تحت امره مستشار من اجل التحقيق، انا باؤكد ان ال 40 شاب دول هيقعدوا سهرانين الليل والنهار، لانهم بيحسوا انهم بيعطوا، يعني بيؤدوا واجب قومي لوطنهم. بعد كده هيتفاخروا بيه قدام اولادهم، فسوف يبذلوا الوقت والجهد ومش هيبقوا مستنيين المقابل. وانا بقول ان ده هيبقى تطوع بالمجان، مش هتدي لهم فلوس، مش هتتحمل الميزانيه شيء. ايه المانع ان احنا نحاول يعني ننتهج هذا الاسلوب؟ يبقى انا عندي في يعني بجره قلم 1200 شاب من اوائل خريجين كليات الحقوق المصريين تحت امره النائب العام للمساهمه في فحص، مش هقول بقى في التحقيق، لكن في الفحص البلاغات المقدمه، ويصنفوها ما بين ده بلاغ حقيقي، بلاغ كيدي، بلاغ يرقى الى مستوى المحاكمه، وهذا الشكل. يبقى احنا بالشكل ده قدمنا مساعده للنائب العام من اجل الاسراع بهذه المحاكمات، واستفدنا بالشباب اللي موجودين في التحرير. يعني لما اجي الاقي خيره شباب البلد اللي موجودين في التحرير، البعض بيقول عليهم انهم بلطجيه، او بيقول انهم سوري في اللفظ اللي انا استخدمه صيع ما وراهمش عمل. طب لا، ده حرام، ده انا بهدر جزء من الطاقات الحقيقيه لمصر ما بستغلهاش. يعني انا بتمنى ان لو النائب العام بيسمع الكلام ده، ايه المانع ان هو يعمل تجربه، ياخد في البدايه 40 شاب من اوائل كليات الحقوق، سواء السنه دي او السنه اللي فاتت او 3 سنين مجتمعين، ويضعهم في وحده من اجل فرز البلاغات المقدمه اليه تحت امره مستشار، ويشوف والله لو المساله دي نجحت يعمل بدل الوحده 10 وحدات 20 وحده. بالشكل ده نسرع المساله ونساعدهم ونستفيد بالشباب وطاقته الموجودين. يا اخوانا، يعني احنا بنقول ان ثوره المعلومات ديت قالت ان الشاب يقدر يعمل اللي كان بيعمله 30 واحد بالنظام التقليدي. صحيح صحيح. نبقى مع حضرتك ومع الساده المشاهدين في هذه الجوله الصحفيه مع جريده الشروق، والتي أبرزت تأكيد حركة أطباء بلا حقوق مشاركتها اليوم الجمعة في مليونية الإصرار مع طوائف الشعب كافة، وليس كأطباء فقط ولكن كمواطنين مصريين. وقالت الدكتورة منى مينا عضو حركة أطباء إن مشاركتهم اليوم ستقتصر على كونهم مواطنين فقط وليسوا أطباء، مطالبة بضرورة إلغاء قانون الاعتصامات والإضرابات، وضرورة أيضا إقالة رموز الفساد من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة. هذا تأكيد صريح سيد عبد النبي على يعني التحام الطوائف والطبقات السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة في هذه الثورة العظيمة وفي تظاهرة اليوم. لا يهم إذا كان هناك يعني مرجعية طبية أو سياسية أو حزبية أو دينية، ولكن الكل يتوافق ويجتمع على المطالب التي تخدم مصر أولا. والله أنت يا أستاذ أمل خدت الجملتين اللي كنت هقولهم بالظبط، إن الكلام ده دليل على انصهار المصريين كلهم في بوتقة واحدة. وأنا أعتقد إن بالشكل ده هو يعني كأن احنا بنقول للمجلس العسكري وللحكومة، ولا خلينا نتكلم المجلس العسكري بصفته الحاكم الفعلي للبلاد طبقا للبيان العسكري، أن الشعب الآن اللي موجود يقول مطلوب تطهير الأجهزة الحكومية والإدارية اللي موجودة. يبدأ يعني أتمنى أن يكون هذا هو المطلب العاجل الذي يتم الأخذ به في الكام يوم الجايين. إذا تم ذلك أنا بأؤكد لك، وأنا طبعا هنا لما بقول تطهير بقول تطهير كل